السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ الف ب طبخ. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه قدرة قادر. وصفه حلوه وجميله، وناس كتير جدا بتستصعب تعملها علشان طبقات وبيقولوا خطوات كتير، لكن هي طريقتها سهله جدا. قدرة قادر عباره عن 3 طبقات: كريم كراميل وكريمه وكيكه. تمام. اول خطوه او اول طبقه هنعملها مع بعض هي طبقه الكراميل. معايا هنا كوبايه من السكر، وطاسة تكون مفرودة، لازم تكون حاجة مفرودة علشان افرد فيها السكر كله. هحط كوباية السكر اهي، زي ما قلت لكم لازم تكون حاجة واسعة علشان افرد فيها السكر بتاعي كله. ما بحطش مية خالص. تمام. وبعدين هحط الطاسة بتاعتي على النار بالشكل ده كده، هسيبها على النار لحد ما السكر بتاعي يبتدي يسيح ويتكرمل. مش هقلب فيها خالص، هسيبها براحتها لحد ما السكر يتكرمل ويسيح. بصوا كده ابتدى يسيح اهو من الطروف ومن الجنب ده. مش هاجي جنبه برضو خالص، هسيبه لحد ما يسيح براحته. ما نقلبوش، لو قلبناه هيبوظ. ولا نقلبه ولا نضيف له ميه، هنسيبه كده براحته لحد ما يسيح. بصوا بقى كده هبتدي اقلب الكراميل بتاعي اهو، زي ما انتم شايفين ابتدى اهو كله يسيح وخد اللون اللي انا عايزاه. بس كده كده الكراميل بتاعي بقى جاهز. ما غمقوش عن اللون ده، اللون ده جميل جدا. هجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها قدرة قادر، وهنزل فيها الكراميل بتاعي بالشكل ده كده اهو. وهوزعه كده. وخطوه مهمه جدا ان انتوا تحطوا الكراميل وهو سخن، علشان لو سبتوه يبرد في الطاسه مش هتعرفوا تحطوه في الصينيه. بس كده هروح بقى اعمل الخطوه التانية وهي الكريمه. تاني طبقه معانا هنعملها طبقه الكريمه. الكريمه عباره عن 3 حاجات: لبن وسكر وبيض. المقادير بالظبط: 3 كوبايات لبن، نص كوبايه سكر، 4 بيضات. وطبعا بيض يعني فانيليا، معانا كيسين فانيليا. وبحط مع البيض نص معلقه صغيره من بشر الليمون. دي بتدي مفعول السحر مع البيض، بتدي على الزفاره نهائي. تمام. وما تقلقوش لان احنا بنصفي كل الكلام ده في الاخر. ولو عندكم كمان فانيليا سايله هتبقى احسن كتير جدا من الفانيليا اللي في الاكياس دي. هكسر البيض دلوقتي اول حاجه. تمام. هحط مع البيض كيسين الفانيليا، ومعاهم نص معلقه بشر الليمون. وهضرب الكلام ده كله كويس مع بعضه. وبعدين هضيف نص كوبايه السكر، وهقلب. السكر اللي بستخدمه في الكراميل واللي استخدمته في الكريمه هنا يفضل يكون سكر ناعم، مش بودره. لو بودره هيكلكع معايا في الكريمه. حاجه ضفت اللبن. تمام. وهقلب الكلام ده كله، اللبن مع السكر مع البيض، وكده الكريمه بتاعتي بقت جاهزه. هحط بقى دلوقتي الكريمه بتاعتي على الكراميل، وزي ما قلت لكم هصفيها بمصفى قبل ما احطها، علشان انا عايزه القوام بتاعها يبقى ناعم جدا، ما يبقاش فيها اي شوائب. احطها كده بالشكل ده. الخطوه دي لما تصفوها بتدي للكريمه قوام ناعم جدا. وكمان عشان بشر الليمون اللي احنا حطيناه، احنا كده خلاص استفدنا بيه وخدنا اللي احنا عايزينه منه. احنا كنا عايزينه يشيل زفاره البيض، فكده تمام جدا. نيجي لاخر خطوه معانا او اخر طبقه، طبقه الكيكه. معانا هنا كوبايه ونص دقيق، معلقتين كبار كاكاو، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وبيضتين، كيس فانيليا، تلت كوباية لبن، نص كوباية زيت، كوباية الا ربع سكر. تاني: تلت، نص، 3/4.
وهنا السكر ممكن تزوده من 3/4 لكوبايه، يعني ممكن تحطوا كوبايه كامله لو انتوا عايزين السكر ازيد شويه، بس دي كده هيبقى مظبوط. هبتدي اول حاجه هحط البيض ومعاه الفانيليا وهقلبهم كويس، وهضيف مع السكر والزيت واللبن. هضرب بقى المكونات السائلة دي كلها كده مع بعض الأول كويس جدا، وبعدين هحط الدقيق، بس الأول أحطه أنخله كده، ومعاه الكاكاو ومعلقتين البيكنج باودر وهنخلهم كلهم مع بعض بالشكل ده. بعدين هقلب الخليط ده كله مع بعضه. بصوا كده، عايزه اوريكم شكل القوام في الاخر اهو. ده القوام اللي انا عايزاه للكيكه بتاعتي، ما يبقاش اتقل من كده ولا اخف من كده، بالظبط كده بنفس المقادير اللي قلت لكم عليها. تمام، وكده الكيكه بتاعتي اخر طبقه بقت جاهزه. وبعدين اخر خطوه عندي هحط الكيكه بتاعتي اهي. طب بالشكل ده كده. بصوا بقى هنا الكيكه زي ما انتم شايفين دخلت جوه الكريمه، بس اول لما بتستوي الكيكه بتفصل لوحدها خالص عن الكريمه، علشان كده جاء اسم قدرة قادر. وبعدين هجيب صينيه يكون حجمها اكبر من الصينيه اللي انا عامله فيها قدرة قادر، واحط فيها فوطه مطبخ عادي او ممكن مناديل مطبخ، وهحط فيها ميه سخنه بتغلي. تمام كده. هنا فايدة الفوطة ان هي بتوصل الحرارة للصينية تدريجيا علشان الكراميل اللي تحت ما يتحرقش. وهحط فيها الصينية بتاعتي وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. تمام، هدخلها وارجع لكم تاني. بصوا كده الصينية بتاعتي اهي خرجت من الفرن، قعدت معايا بالظبط ساعة في الفرن. ودلوقتي هنختبرها مع بعض عشان نتأكد ان هي استوت اهي اهو. تمام اهو. هسيبها بقى لحد ما تبرد خالص وبعدين ارجع لكم تاني عشان نقلبها مع بعض. بصوا كده الصينيه بتاعتي اهي بعد ما بردت. قبل ما اقلبها هاجي كده من على الطروف بالشكل ده واعمل كده، هفصل كده الكيكه عن الصينيه اهو ومن النص. تمام، وبعدين هجيب الطبق اللي انا هقلب فيه الصينيه بتاعتي اهو، وهبتدي اقلبها معاكم بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن اهي. ازاي كده عشان تنزل كلها اهو زي ما انتم شايفين. تحفة تحفة جدا، جميلة. تمام كده. والكراميل اللي اتبقى في الصينية ده هحطه في حمام مائي تاني واحطه من فوق الكيكة بتاعتي. بصوا كده قدرة قادر بتاعتي اهي بقت جاهزة. عايزة اوريها لكم بس من كل الجهات اهي. شكلها تحفة، والكراميل جوه اهو اهو. صوص الكراميل جميلة جدا، الكراميل باين والكريمة والكيكة تحت هشة ومتشربة من صوص الكريم كراميل وجميلة جدا. اتمنى تكون عجبتكم طريقتي في قدرة قادر وتجربوها.
لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.